محمد السيد بيتنك علينا وعايز 10 مليون جنيه في السنة. لاعب لسه ما عملش بألف ب كورة، لاعب لسه ما طلعش من البيضة، لاعب لسه ما عملش أي حاجة وعايز 10 مليون جنيه في السنة. أمال النجوم والسوبر ستار ياخدوا كام؟ وأنت مين لاعب لك في دماغك ومهيأ لك ومحسسك إن أنت ممكن تاخد 10 مليون؟ أنت بتتعظ من اللي قبلك، اتعظ من يوسف أسامة نبيه. هو فين دلوقتي يوسف أسامة نبيه؟ حد يسمع عنه؟ صفر. وجعفر مشي في السكة دي بس لحق نفسه ورجع بسرعة، وعشان هو لما مشي ما كانش مشي بطريقة وحشة ولا اتنك على النادي ولا ابوه طلع يتكلم بطريقه وحشه واترسم عليه اللي هو الكابتن اسامه نبيه العبقري بتاع منتخب الشباب. فالراجل رجع بسرعه ولحق نفسه. اذكر لي بقى لعيبه كتير امثله زيك. انتوا ما بتتعظوش ليه؟ ما بتاخدوش دروس من اللي قبليكوا ليه؟ مين اللي لعب لك في دماغك؟ اهدى واعقل وفكر صح وما تخليش حد يلعب لك في دماغك. وكبيرك قوي زي ما هم عايزين 5 مليون ورضا ومتظبطه. ولو الاداره تقدر توازن بقى، يعني تعمل لك عقد 5 سنين، اول سنه 5، ثاني سنه 7، ثالث سنه 8، ماكسيمم خامس سنه توصل 12 مليون جنيه وتبقى مرضي وزي الفل، ويبقى في نسبه فوز ونسبه برضك مكافآت، ولو بطوله عملت مش عارف ايه والدنيا تتظبط وتبقى زي الفل. ولو جالك عقد احتراف محترم صح يمشوك مفيش مشكله. انما بالطريقه دي مش هتنفع. ونصيحه يا ابني، ارجع من اللي في دماغك، واللي قبلك في دماغك مش هينفعك، وفي الاخر هتروح تتركن دكه، وفي الاخر ولا هتطول عنب الشام ولا بلح اليمن. وصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم. يا اخويا تعمل لي فول ربنا يهديك، اعمل لي